عاجل ورسميا: كريستيانو رونالدو لن يلعب اليوم ضد الاتحاد بسبب المشاكل بينه وبين إدارة نادي النصر. حسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو قال على أن رونالدو ليس لديه مشاكل مع اللاعبين فريق النصر أو مع إدارة النصر أو مع الموظفين أو كذا، لكن كريستيانو رونالدو غاضب من إدارة وصندوق الاستثمارات السعودي، حيث يظن رونالدو أن النصر لا يعامل كما مثلا فريق الهلال أو الاتحاد أو الأهلي السعودي، لأن جميع هذه الفرق التي سبق ذكرها جاءت بلاعبين في هذه الانتقالات الشتوية إلا نادي النصر. وهذا الذي أغضب رونالدو، حيث رونالدو لديه في عقده الأخير مع إدارة النصر على التعاقد مع اللاعبين جدد بدماء جديدة ولاعبين في المستوى لكي ينافسوا على الدوري، لأن دوري الرسل فعلا أصبح من أصعب الدوريات العالمية. راه صعب أن تأخذ الدوري وأنت ليس لديك لاعبين مثل الفرق المنافسة لك. انظروا مثلا الهلال خطف النجم بنزيما، الحكومة، الرئيس من الاتحاد. تخيل معي فقط. وهذه أسباب غضب كريستيانو رونالدو، لأن هذا الإنسان شغفه لا يتوقف، يريد اللعب والفوز بالدوري السعودي قبل رحيله عن النصر. كما قلت لكم أصدقائي، فابريزيو رومانو يقول على أن نادي النصر لم يحصل على أي لاعب في يناير، وفي المقابل المنافس الرئيسي نادي الهلال يحصل على لاعبين من أندية الصندوق وليس أي لاعب مثل كريم بنزيما. ورونالدو غير راضي عن الوضع ومستاء للغاية، وهذا واضح جدا ومعروف، لأن كريستيانو رونالدو حتى في عيد ميلاده لم يحتفل به. تخيل معي فقط. رونالدو في الموسم الماضي عمل حفل كبير جدا بمناسبة عيد ميلاده الواحد الأربعون، وهذا العام في عيد ميلاده الواحد والأربعون لم يحتفل به أبدا. وهذا دليل على أن كريستيانو رونالدو غاضب جدا وغير راضي على هذا. والخطر في الأمر، ومن هنا ممكن أن نرى رونالدو قد يكون على نهاية مسيرته الكروية مع نادي النصر للأسف الشديد. وكما ترون أصدقائي في هذه الصورة، على أن رونالدو عندما يقترب المونديال تحدث له أمور لا يمكن أن يتخيلها العقل. فقبل بداية المونديال في 2006 وفاة والد كريستيانو رونالدو كان خبر صدم كريستيانو رونالدو. 2014 إصابته بالركبة. كوارث كريستيانو رونالدو لا تنتهي هنا، حيث في 2018 مشاكل العقد والخروج من ريال مدريد، ومن لا يتذكر هذا الخروج. وكذلك في 2022 الخلاف مع تين هاغ ووفاة ابنه الصغير. مشاكل وكوارث كريستيانو رونالدو فوائد عند بعضهم. المهم، و2026 مشكلة مع صندوق الاستثمار السعودي. والله ماذا سأقول؟ هل أنت منحوس أم نحن عشاقك الذي نصيبك بالعين؟ أو الله أعلم. المهم، هذا حال كريستيانو رونالدو، وسنرى ماذا سيحدث في الأيام القادمة. المهم، رونالدو لحد الآن لن يشارك مع النصر في مباراة اليوم الاتحاد.